صرنا عم نعيش بزمن الفوبيات، بس مو فوبيا من مرض أو من ظلام. صرنا عم نعيش فوبيا من الإنسان، من بعضنا البعض. أولها وأهمها فوبيا المرأة. إذا لابسة حجاب فورا بتكون داعشية، وإذا لابسة على راحتها بتكون فلتانة. يعني يا ملاك يا شيطان، ما عاد في بين البين. صرنا نحاكم الناس مو على أخلاقها، بس على قطعة قماش فوق الراس أو تحت الركبة. ومن بعد هاي الفوبيا تجي عنا فوبيا الإسلام. ناس بتخاف من المظاهر الدينية أكثر من الغرب نفسه. بيشوف كلمة الله بيتشنج، بيسمع الأذان بيبدل الطريق. مظاهر دينية بدمشق بيقولوا هي صرنا أفغانستان. مكتوب لا إله إلا الله على واجهة محل، ولي صرنا بكابول. والغريب إنه نفس الشخص بيعتبر المظاهر المسيحية عادية، والدرزية مقبولة، والعلوية مفهومة. بس الأخطر من كل هاد فوبيا الآخر. كل طائفة صارت تخاف من الثانية، كل شعار ديني صار ينقرأ كتهديد. السني إذا كتب لا إله إلا الله بيتهموه إنه داعشي، والعلوي إذا مارس طقوسه بيصير طائفي، أما الدرزي إذا حط علمه بينقال عنه انفصالي، والمسيحي إذا علق صليب بينقال عنه عم يستفز، واللا ديني الكل بده راسه. صرنا نحاكم الناس من الرموز وننسى الإنسان اللي وراها. التعايش الحقيقي مو إنك تمجد رمز وتخاف من رمز تاني، لا. التعايش الحقيقي إنك تحب المختلف، بس مو من بعيد. تعايش إنك تفهم إنه الشام ممكن تسمع فيها الكل، تسمع فيها الأذان وجرس الكنيسة، وتسمع فيها الصمت كمان. دمشق مدينة الألف مئذنة والمئة كنيسة، كل واحدة منهم عم تقول نفس الشي: خافوا من الظلم ومن الكراهية، مو من الاختلاف. ولا شو؟ سلام.